معلومات خطيره في هذا الفيديو خرج بها السي المعطاوي. السي المعطاوي خرج بواحد اللايف كيقول فيه اخيرا عرفنا سبب خرجات الفيض الاخيره وشكون السبب وراء هذا الموضوع المثير للجدل واللي غيكشف عليها السيد المعطاوي. وقال بان كاين واحد الاخت المسمات اريج المسك، وهي اللي عرفت المعطاوي على الفيض، هي اللي جابت الفيض للمعطاوي. يعني مشات عند المعطاوي وقالت لي غنجيب لك الدكتور الفيض يخرج معاك في لايفات في القناه ديالك. وهاد الاخت هذه هي اللي او عاوتاني ما ننساش هاد النقطه، هي اللي جابت المعطاوي. كيقول المعطاوي هي اللي جابت لي إلال وعكراش، وكذلك بغات تجيب ليه وحدين اخرين من اليمن، وبغات تجيب ليه الاستاذ عصيد. هو يرفض، الاستاذ المعطاوي يرفض. وهاد الاخت هذه كيقول المعطاوي هي اللي كتحكم في المكالمات ديال الفيض. والمعطاوي خرج بواحد اللايف تحت عنوان اللي بغيتو تشوفوه: لا يمكن انقاذ الفيض الا من طرف محبيه. دخلوا لهاد اللايف عند المعطاوي وتفرجوا باش تفهموا مزيان. وقال السي المعطاوي بعد ما صبر بزاف على الفيض وكيتصل به وكيصيفط ليه رسائل وما كيجاوبش، لدرجه انه قلب على الرقم ديال ولده، وكذلك صيفط ليه رساله وقال ليه بان الامر مهم. رغم ذلك ما لقى حتى شي جواب السي المعطاوي. لهذا اضطر السي المعطاوي انه يخرج بلايف ويقول للناس على الحقائق وعلى الاشياء اللي كيعرفها. بعد ما كان المعطاوي متفق هو والفيض على واحد الرحله اللي بغاو ينظموها ليه في السويد، يلتقي بها مع مغاربه العالم باش يكرموه تمايا. والفيض كان كيتهرب دائما على قول المعطاوي، لان هاد السيده كيقول هي اللي كانت كتحكم في الفيض، وهي ما عندهاش كيفاش تمشي باش تحضر في السويد، لهذا ما خلاش الفيض يمشي على قول المعطاوي كي قلت لكم. والمعطاوي عطى الدلائل وعطاه كذلك الرسائل اللي كان كيتواصل بها مع الفيض ومع هاد الاخت اريج اللي هي كانت كتنسق بيناتهم. يعني قال لك من هي قالت ليه ما تبقاش تجاوب، صافي ما بقاش كيجاوب، مما دخل الشكوك المعطاوي. خصوصا هاد السيده هذه كيفاش المعطاوي غادي يبدا يبحث مني قالت لي غنجيب لك بعض الشيوخ من اليمن، وهاد الشيوخ معروفين بانهم قرانيين، وقالت لي غنجيب لك عاصب. تما هو يرفض المعطاوي وبدا كيدقق في الامر، مع انه كان شاك من الاول وقال بان الدكتور الفيض ما كانش كيقول لي على المواضيع اللي غادي يدخل معاه فيها في اللايف، كان كيستضيفه فقط. ورغم ذلك يعني كيدخل في مواضيع او لا كيقحم راسو مع الشيوخ في القناه ديال المعطاوي. هادشي اللي ما عجبش المعطاوي، وعنده الدلائل وعنده الرسائل وعنده بزاف الحوايج. دخلوا شوفوا هاد اللايفات قلت لكم باش تفهموا مزيان.